اي حاجه. اول ما عملت كده. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه كلكم؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اتكلم النهارده معاكم عن انا ليه بدات البيزنس اللي انا فيه ده. بصراحه انا عندي حاجات كتيره جدا عايزه اقول عليها عجبتني في البيزنس خلتني ابدا. من الحاجات القوية جدا اللي لقيتها هو مثلا رأس المال بالنسبة لي أنا ما كانش متوفر رأس مال كبير إن أنا أبتدي أي مشروع تقليدي. فدي كانت عقبة بالنسبة لي إن أنا أعمل مشروع تقليدي أدخل فيه، فدي كانت عقبة اكتستها بسهولة طبعا. حته ان انا يكون عندي موقع الكتروني، انا ما كنتش اقدر يا جماعه اعمل مؤسسه كامله بديرها من خدمه شحن لخدمه عملاء للمنتجات للمخازن لكل الحاجات ديت. ما اقدرش اعمل المؤسسه دي كامله، وحتى لو معايا راس المال برضو ما كنتش هقدر. معاكم كوتش جانيت برضو هتكمل معاكم وتقول لكم ايه هي دخلت ليه. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا معاكم انا جانيت من اسكندريه. انا دخلت البيزنس علشان حاجه مهمه قوي قوي فرقت معايا بصراحه، وكان بالنسبه لي انا البيزنس فرصه عمري اللي انا فعلا كنت بدور عليها، عشان انا كنت بدور على الحريه. انا اشتغلت في الوظيفه 12 سنه، في تحكمات، في ناس بتتحكم فيا، في مدير عليا، في عدد شغل ساعات معينه، فكنت بشتغل عدد ساعات وقت طويل جدا، وانا كنت كارهه اساسا ان انا اطلع بره بيتي اتمرمط واشتغل لحساب غيري. كان بالنسبه لي ان انا بدور على مشروع، المشروع ده من الاخر يكون لحسابي انا بشتغل لحساب نفسي مش بشتغل لحساب غيري، بتعب واشتغل عشان اكبر مال غيري مش مالي انا عايزه اشتغل في مشروعي انا الخاص بيا انا، واعمل مستقبل لنفسي، واعمل حاجه فعلا أأمن بيها مستقبل ولادي. بس يعني ده من الآخر اللي خلاني فعلا انضميت للكيان ده، لأن كيان فعلا بتعمل لك مستقبل، من الآخر بتعمل لك مستقبل. فمعانا برضو كنت فيبي هتقول رأيها طبعا وهي دخلت ليه. مساء الخير عليكم جميعا، ويا رب كلكم تكونوا دايما بخير. طبعا سبب الاسباب اللي خلتني اقدر ادخل المجال دوت ان النهارده كل حاجه بقت عصر التكنولوجيا، هي اللي بقت طاغيه عن الشغل كله، وبقينا نشتغل في الهاند ميد. انا كفيبي بشتغل في الهاند ميد. لقيت ان كل حاجه لازم بشتغل عن طريق السوشيال ميديا، ولازم اعمل موقع ويب سايت. فهنا المجال اتاح لي ان انا اعمل الموقع ده وبسهوله جدا وبملكي وباسمي انا، ولا وبالعكس ده انا كمان انا هعرض منتجي في الشركه. يعني دي حاجه كانت ميزه من المميزات، غير ان انا هبقى سرعه الانتشار والا في التكلفه. انا لما كنت بننزل المعارض، وان شاء الله هننزل برضو قريب، بس كانت قد ايه تكلفه كانت عاليه، قد ايه تكلفه كانت كبيره. الانتشار كان بتاعنا هنا محدود جدا، اننا هنا في اسكندريه. ماشي، كان هنا شغال في اسكندريه، بس انا النهارده شغاله على المحافظات من اسكندريه لغايه اسوان في شغل التجاره الالكترونيه بتاعنا او في شغل الهاند ميد بتاعي. فاصبح ان انا هنا في سرعه في الانتشار وتكلفه قليله جدا، وبقيت مسمعه كتير. ان انا عندي وقت ان انا اقدر انتج من وانا في البيت. بقى عندي في التفكير كمان بقينا نفكر بسرعه جدا ونطور من نفسنا اكتر واكتر واكتر واكتر. وكمان معاكم بقى كوتش حنان هتعرفنا برضو هي ليه دخلت. مساء الخير. طبعا انا فخوره ان انا في كيان، لان بجد كيان دي مؤسسه جميله جدا. اولا فيها فروع كتير قوي. اكتر حاجه شدتني الكيان بصراحه حته الرحمه. انا بدات ليه؟ بدات عشان كنت بشتغل طول عمري مشرفه حضانه. سافرت بره امريكا شويه، اكتشفت ان بره الشغل الالكتروني ده حاجات منتشره جدا، التجاره الالكترونيه مكتسحه هناك، واكتشفت ان هي فعلا سريعه جدا في الانتشار. انا مش في مكان محدود، لا انا على الفيسبوك كل العالم بيشوفني. حاجه تانية، انا اوريدي كده بجيب لبس، طب ما بدل ما اجيب لبس اعمل مشروع عن طريق ده. كانت الفكره جديده عليا في الاول وكنت مستغرباها، بس بجد لما دخلت المشروع لقيت واقع تاني ودنيا تانية. اولا بقى عندي نمو ان انا اقرا وان انا اطلع كل يوم والتاني على كتب، دي ما كانتش عندي. انا من ساعه ما خلصت دراسه قلت خلاص مش هنقرا تاني. لا دي بتخليك تقرا كل يوم كتاب وتتعلم كل يوم حاجه جديده، بتعمل فعلا نمو نفسي معاك جبار. ان انا بلاقي عيله وحد حواليا بجد.
كمان الشغل كتير بره بس المقابل بتاعه ضعيف. طب انا هقدر على التضخم بتاع الدوله ده ازاي؟ انا لازم اعمل حساب لبكره. طب انا النهارده قادر اجيب حاجه، بكره مش قادر اجيبها. طب انا ليه ما اقدرش اجيب؟ شغلنا بجد بجد ارباحه جميله جدا. غير كده بيعلمك ثقة في نفسك، بيعلمك يبقى عندك هيلة، بيعلمك حاجات كتير قوي أنا فعلا كنت مفتقداها. بجد بتمنى إن كل الناس توصل للتجارة الإلكترونية في أي مشروع أو أي بزنس تاني، لأن أي وظيفة النهاردة مش بتغطي احتياجات الناس. أنا فعلا فخورة إن أنا في كيان ومعاكم كوتش عبير، هي جديدة معانا وجميلة جدا، ومن القادة اللي بتنبأ لها بحاجة كبيرة قوي قوي قوي، وهي هتحكي لكم يعني إيه رحمة ويعني إيه كيان هيلب يو. السلام عليكم. انا اتشرفت بمعرفه الناس الجميله وتعتبر العيله الثانيه ليا، وفرحانه قوي يعني المشروع الجديد اللي انا داخله فيه والموقع الجديد، لان انا فعلا كان نفسي اشتغل في التجاره الالكترونيه، بس انا ما كنتش اعرف يعني ايه تجاره الكترونيه ولا اعرف ايه هو مشروع التجاره الالكترونيه. فبصراحه لما جيت وقعدت مع الستاف كله اللي في شركه كيان، عرفوني معنى التجاره الالكترونيه، عرفوني معنى المشروع اللي هنبتدي فيه، عرفت حاجات كتير قوي عن مشروع كيان، وان هو مستقبل جميل، مستقبل يعني بنسعى لمستقبل كويس جدا، وحاجه بسيطه. يعني احنا كنا بنفكرها حاجه كبيره جدا ان احنا ازاي نخش التجاره الالكترونيه، فمع العلم ان احنا لقيتها حاجه بسيطه جدا، وانا فرحانه بجد بالمشروع ده. وبعدين داخله كمان في هيلب يو بالنسبه للجمعيات الخيريه. انا عندي جمعيه خيريه بتراعي ذوي احتياجات خاصه، فشركة كيان بصراحة يعني مهتمية بالموضوع ده جدا ومشاركاني فيه، ومهتمين قوي بولادنا من ذوي الهمم، وإن شاء الله هيكون في بيننا وبينهم بروتوكول تعاون ما بين الشركة كيان وما بين جمعية الاشتياق. وبشكرهم طبعا على ان هم مهتمين بولادنا، وبشكرهم على الاهتمام ان هو عرفونا يعني ايه التجاره الالكترونيه. وبشكر طبعا كوتش رامي والستاف كله. شكرا لكم. كويسه الحمد لله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا مبسوطه ان انا معاكم، وانا دايما في وسط الجروب بتاعنا ده صدقوني بنحس ان احنا عيله، دايما عندنا مصلحه واحده، ودايما بنشجع بعض في ابسط الخطوات وفي اكبر الحاجات، دايما على طول واقفين في ظهر بعض. دي من الحاجات المميزه جدا في الشغل. مش بالسهل يا جماعه ان انتوا تلاقوا مكان كل الناس اللي فيه خايفه عليك وعايزه تنصحك وعايزه تخليك تعمل شغل وتعمل فلوس حتى لو هتعديها. انا نجاحي من نجاح كل الناس اللي حواليا. انا لما هنجح طبعا ده نجاح للشركه، وكلنا بنساهم في نجاح الشركه ده. دي حاجه حلوه جدا من الحاجات اللي فرحتني قوي في الكيان اللي احنا فيه. ودلوقتي معانا كوتش مينا. الو، مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حبيت اعمل مشروع تاني في وقت فراغي غير الشغل بتاعي الطبيعي، فحبيت ادور ما لقيتش غير احسن. يعني العالم كله متجه دلوقتي للتجاره الالكترونيه، وانا حبيت اتجه في نفس الاتجاه بتاع التجاره الالكترونيه لان هو فعلا المجال اللي العالم كله متجه ليه. فحبيت اعمل مشروع بالمتجر واحط عليه منتجات. لقيت الموضوع هيكلفني كتير قوي، فضلت ادور على حاجه شبيهه لحد ربنا الحمد لله وفقني في شركه كيان. لقيتها ان هي بتديني كل الامتيازات دي كلها بمجرد يعني امتلاكي منها وكاله. فالحمد لله ربنا وفقني وابتديت المشروع، والحمد لله ربنا وفقني على العلاقات الجميله اللي انا قاعد وسطها دي، والناس الجميله اللي انا قاعد معاها. علاقات اجتماعيه حلوه قوي، تطوير من النفس، تطوير من الذات. واشكر ربنا الحمد لله على ان ربنا وفقني وسطيهم، وابتدينا الحمد لله نعمل شغل مع بعض. معاكم كوتش سامي. مساء الخير عليكم جميعا. بصراحة أنا لقيت نفسي في المشروع ده مشروع ناجح جدا جدا. أولا ما كنتش أعرف أي حاجة في أي حاجة عن التجارة الإلكترونية نهائي، أكتر من أن أنا يا دوب أفتح وأشير حاجات كده وخلاص. وفجأة لقيت الإعلان، دخلت وعرفت ولقيت نفسي فيه، وأنا ما كانش معايا فلوس نهائي للاشتراك ولا حاجة، وربنا دبرها بس بالإصرار
والعزيمه اني انا لقيت نفسي ان انا هنجح فيه. بس اهم شيء ونصيحه لاي حد يدخل في المشروع ده او المجال ده، يبعد عن اي حاجه سلبيه نهائي، سواء سلبيه في البيت، سلبيه عائليه، سلبيه في اي مكان. يبعد عن اي حاجه سلبيه نهائي نهائي نهائي. هيلاقي نفسه ناجح، هيلاقي نفسه ان هو شغال، يشتغل بجد، يشتغل بحيويه، يشتغل بنشاط، يكون في عنده عزيمه، يكون عنده اصرار ان هو داخل مشروع عايز ينجح من خلاله، يكون عنده مشروع عايز ينجح من خلاله، هيلاقي نفسه فيه. لو هو اعتمد ان هو خلاص داخل كده وخلاص مش هيعمل حاجه، لكن هو داخل هيعمل شغل ونتائج واصرار، ويتحدى نفسه ويتحدى اللي حواليه ويتحدى اي حاجه ويتحدى اي صحاب، اكيد 100% هيلاقي نتيجه. والنتائج الحمد لله باينه وظاهره وجميله جدا جدا جدا. وبشكر كل القائمين على شركه كيان، واسيب الفرصه لكوتش. مساء الخير عليكم، معاكم رونيا، انا من اسكندريه. انا هتكلم كده سريعا انا ليه دخلت المشروع. مبدئيا انا جات عليا ظروف ان انا لازم اقعد في البيت وما عنديش راس مال او ما عنديش دخل يعني اضافي ان انا ادخل بيه، وفعلا كانت الدنيا معايا مأزمه خالص، بس الحمد لله قدرت اتصرف. حطيت المشروع هنا قدامي ان هو مبدأ من مبادئ الحياه ان انا محتاجاها لولادي. الحاجه اللي عجبتني ان انا الحاجه دي هسيبها لعيالي بعد كده، هسيب حاجه عيالي يكملوا فيها، حتى لو انا وقفت شغل، حتى لو انا جيت في وقت تعبت مدخله عيالي في المشروع بحيث ان هم بعد كده يقدروا يكملوا المسيره. لان انا لقيت بعد كده بصيت للرؤيه اللي جايه ان المجال ده هيبقى مكتسح العالم، لان انا بصيت حواليا لقيت المحلات بتقفل، لقيت الحاجات اللي على ارض الواقع بتقفل خلاص، كله شغال اونلاين، كله شغال في التجاره الالكترونيه. اي نعم انا ما كانش عندي اي فكره عنها، ما كانش عندي معلومات كفايه عنها، بس اللي عجبني هنا ان احنا كلنا زي ما احنا شايفين كعيله بنعلم بعض، اي حاجه بناخدها بنتعلمها. احلى حاجه في الموضوع كمان ان هنا في ورش تدريبيه كتير جدا، حتى بتدي نفسك مهله ان انت تدي نفسك 2-3 تتدرب وتتعلم وبعد كده تعمل فلوس. هنا الناس مش بتركز بس على الفلوس، بتركز على تطوير النفس، بتركز على التعليم، بتركز اكتر ان انت ازاي تطور من نفسك، لان انت بتعمل علاقات مع ناس مختلفه في المجتمع. فده اللي عجبني جدا ان في اختلافات في كل حاجة، لان احنا جماعة عايشين بقصة الاختلاف ان احنا بنكمل بعضنا هنا. احنا العيلة هنا كله ممكن يختلف تاني عن شغله، يختلف عن ديانته، يختلف عن مجاله او عيشته، بس هنا بنتجمع تحت اسرة واحدة، تحت كيان واحد، تحت عمل واحد، ان احنا كلنا عايزين نطور من نفسنا مبدئيا وبعد كده نعمل فلوس. ودي الحاجة اللي عجبتني بصراحة، ودي اللي خلتني ابدأ وصرفت ووصلت ان انا اكمل بعد كده. هسيبكم دلوقتي مع كوتش رامي القائد بتاعنا. بصراحه بيتعب معانا كتير، بيدور ورا كل واحد يوميا على شغله على كل حاجه بيطلع عينه معانا بس هو يعني اكيد مكمل المصير ده. اتفضل يا كوتش. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. طبعا انا مبسوط جدا ان انا معاكم. يمكن من اكتر الحاجات اللي خلتني بدات البيزنس، والناس دي كلها بدات البيزنس عموما، يمكن عشان فكره الدوبليكيشن او حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها. انت لو عايز تبدا في بيزنس عادي جدا، المشاريع كتيره، ولكن في حاجه قويه جدا بتربط الناس ببعض هنا، فكره الدوبليكيشن او الوين وين سيتويشن، يعني مصلحه مشتركه. فكل هنا قلبه على قلب بعض، بيخافوا على بعض، بيساعدوا بعض بجد. المشروع قوي بطبيعته، وفي كل المشاريع اللي موجوده مش هتلاقي القوه الحقيقيه اللي موجوده في البيزنس دوت. ليه؟ لان هو المشروع اصلا ناجح، وبالفعل اللي موجودين فيه بيطبقوا نفس النجاح، يعني طريق واحد وكلنا ماشيين عليه. طبعا عندي مفاجاه حلوه قوي النهارده، هقدم لكم حد قوي جدا في مجال التجاره الالكترونيه، وهي كوتش دينا حافظ. ومفاجاه النهارده هي هتكون معانا حالا. كوتش دينا
مساء الخير، ازيكم اخباركم ايه؟ طب هو كده الصوت كويس؟ ازيكم اخباركم ايه؟ بصوا بقى، يعني انا بالنسبه لي بدات ليه في مجال التجاره الالكترونيه. انا بدات علشان هو رقم واحد مجال يعني ما حدش يقدر يشكك فيه ان هو ما بيعملش فلوس، لا بالعكس، اغنى اغنياء العالم عملوا ثروتهم من التجاره الالكترونيه. بس هو باقي حاجتين، ان انا اختار مكان كويس، وان انا في نفس الوقت اختار شركه كويسه تكون مضمونه اعرف اتعلم فيها كويس جدا. ازاي اعرف اشتغل. انا بدات في المجال ده بقالي دلوقتي 10 سنين. اهم حاجه فيه الجو اللي انتم شايفينه ده جو العيله، وان احنا كلنا بنساعد بعض. ايه كمان ميزه اكتر من كده، ميزه اكتر من كده كويسه تكون مضمونه اعرف فيها كويس جدا. طيب ايه كمان ميزه اكتر من كده، ان اي حد يقدر يبدا في المجال ده، ان راس المال بتاعه قليل، فاي حد سهل ان هو يعرف يتصرف فيه ويبدا حتى لو مش معاه فلوس. تاني حاجه انك تعرف تشتغلوا في اي وقت وفي اي مكان، زي ما احنا دلوقتي قاعدين اهو في كافيه بنشتغل. كمان بتقدر تشتغلوا في اي وقت، في الوقت اللي بيناسبك بتعرف تشتغل فيه، بالليل بالنهار، الصبح بدري بالليل متاخر، فبتعرف تشتغل في اي وقت. ميزه تانية كمان جامده جدا جدا، ان المجال ده الشخص اللي بتبدا معاه هو حد بيعلمك وبيدربك، وبيبقى عايزك انت كمان تنجح وتعمل فلوس اكتر منه، لانك انت لما تعمل 10 هو هيعمل 20. فدي حاجه كويسه جدا جدا، لان في اي مجال بره انت علشان تعرف تعمل فلوس اكيد اي مكان انت بتشتغل فيه المدير بتاعك مش عايزك تبقى احسن منه، بالعكس هو بيقولكش اي حاجه علشان انت ما تتفوقش عليه. هنا العكس، الكوتش بيقولك كل حاجه، مش بيخبي عليك اي حاجه علشان عايزك تبقى احسن منه في المجال ده. ودي ميزه الدوبليكيشن اللي كان كوتش رامي بيتكلم عليها، ان انت لما تكون بتعرف تعمل نفس اللي انا بعمله، فانا كده في الوقت ده بعمل فلوس اكتر. يعني لما يكون انا مثلا بادئه في المجال بقالي 10 سنين، فبيبدا معايا اي حد مثلا مروه، ايمان، رامي، اي حد ايا مكان، فما بيبدا معايا فهو بيبدا دلوقتي ياخد خبرة ال10 سنين اللي انا اشتغلت فيهم، وبعد كده بيبقى هو كمان عنده خبرة، فالخبرة بتاعته على الخبرة بتاعتي، فهو بيبدأ ينجح اكتر مني انا كمان. فدي ميزة جامدة جدا في المجال ده، ان تلاقي الناس بتوعنا او الفريق بتاعنا بينجح اكتر مننا، وهو بيمشي نفس الطريق اللي احنا مشيناه. فعلشان كده هو ما بيعرفش لسه الصح اللي هو صح بيعمل فلوس سريعة، ولا ايه الغلط اللي هو ممكن يأخره ويخليه يرجع يصلح تاني من الاول. لكن لما بيسمع كلام الكوتش وبيبقى دوبليكيشن للكوتش، بيبدا يعمل فلوس سريعه جدا، وبيعمل اكتر من اللي الكوتش عمله في وقت اقل من اللي الكوتش عمله. طبعا شكرا يا جماعه بجد على الاجتماع الجميل دوت والمحادثه الجميله واراء الناس اللي اتكلموا. بجد كل واحد كان بيقول رايه بامانه وبصدق ومن جواه، بيقول الحقيقه اللي من قلبه. فطبعا بحيي كل الناس اللي موجودين معانا، تحيه ليكم خاصه. وطبعا لو تحبوا ان انتوا تنضموا معانا في اي وقت، طبعا بترجع للشخص اللي دعاك. لو انت شخص حد دعاك لللايف دوت، ارجع اتكلم معاه، ان هو اكتر شخص هيهمه مصلحتك، واكتر واحد عايز لك ان انت تكون حد ناجح. فاطمن، الشخص ده هيساعدك، هيبقى معاك في ظهرك، هيعلمك كل حاجه وهيدربك على كل حاجه من البدايه. ربنا معاكم يا شباب، باي باي.